البوري المشوي رده والسقيه بتاعته الطعمه الجميله معمول الله. بص بقى هقول لك على حاجه، اذكر الله وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والبوري بيتعمل محشي او ايه او مقفول. الاول بنغسله كده مقفول زي ما هو وهنمشيه في الرده. الحركه هنا هنحطه على شبكه. ليه؟ عشان الناس اللي بتقول لي السمك بيلزق مننا داخل البوتاجاز او داخل الفرن او الشوايه، لا، حطه في شبكه فوق الصاج وولع فوق وتحت ربع ساعه واقلبه لما ياخد اللون ده كده تمام اهو بالشكل ده كده. بص هتقلب بقى. فايدة المقفول ايه بالنسبة للبوري بالذات؟ البطروخ او السمين اللي ساح على السمكية اللي هو ده، شايفين الزيت ده؟ ده السمين اللي داخل السمكية بنستفيد منه في حالة الشوي ايه مقفول. البوري بيتعمل اي حاجة، وافضل حاجة له طبعا الردة بالشكل ده كده. الردة هو نخال القمح او القشرة اللي فوق القمح. هنا بحط السقية توم، فلفل الوان، ملح وكمون وشطة وكزبرة وشويه خل بساط، وديت الدقه بتاعته. فلفل الالوان عامل شغل فيها قوي، والليمون والثوم. طريقتها هنسيبها في التعليقات او في صندوق الوصف، ادخلوا شوفوها. لو بتشوفوني لاول مره من على اليوتيوب اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس للكل، اعملوا لي متابعه عشان هتشوفوا حاجات حلوه قوي. وهنا رشه ملح برضه وكمون في الاخر. هيتاكل احلى بوري مع رشه شبت وبقدونس وكزبره بالف هنا وشفا. كل جديد مع حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فوده. اشتركوا معايا في القناه. الله يا سلام، هو ده بقى المطلوب. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.